عليكم اخوتي؟ كيف نتوما؟ مزيانين على خير؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو تكونوا في احسن الاحوال. كيف نتوما؟ مزيانين؟ نتمنى لكم صحه جيده. اليوم غادي نقدم لكم واحد البويوس ملحين، جينه وحده وثلاثه د الحشوات. الحشوه الاولانيه بالجداد وخيزو محكوك والفلفله مشلضه وبصيله والضماء البنه الدجاج. هاد الوصفه كنركزوا عليها بزاف للاطفال الصغار لان ما كيبغيوش ياكلوا الخضيره، ولكن هاد الطريقه هادي كتعجب الكبار والصغار. عندي واحد شويه القامبه، ماشي بزاف، كل واحد يعمل القياس اللي كيناسبو اللي كاين في الدار. شويه الشامبينيون، شويه الفلفله حمراء، واحد جوج ضريصات الثوم. هذه في الوصفه الاولى وهذه في الوصفه الثانيه، بعدا تكون بوحديتها. عندي شويه الحار، شويه الزعتر مطحون، شويه الابزار، شويه الحمراء. الوصفه الثالثه كنعملوا عاونيتك تون بالزيتون، شويه الجبن محكوك معدل بكشي بشويه الزبيده مع شويه الصلصه الطوماطيش القامة والربيع. القامة ديالو. القامه كامله. هادشي كيكون كامل عندي في عجينه وحده، كنعملوا عجينه وحده وكنحضروا بها هاد الحشوات، كل وحده كتختلف على الثانيه. هانتوما ان شاء الله معايا غادي ندوزو الطريقه ديال الطياب. هادشي هذا كيوجد في تقريبا 10 دقائق لان ما كيديش الطياب بزاف. تكون دائما عندنا العجينه كتكون معدله. ولا نعملوا شويه المليحه باش كنسمو. كنقطعوا واحد طريف الزبده ندوبو مع بعضهم. كنعمل هاد البصل مع الفلفل نشحروا واحد شويه. ما شحرنا هاد الخضيره شويه مزيان. كنعمل الجداد هو الاولاني ديك الجداد اللي بغا يعملها بالحامي عمله، وكل واحد كيمشي على حساب داكشي اللي عنده في الدار. دائما انا كنقول الانسان ما يكذبش على راسو. ومره ما كيهابش. كنزيد واحد شويه القنوج بالجداد، غير شويه ماشي بزاف. شريط هاد مطيشه الحك، شويه الابزار ماشي بزاف، شويه الصحصه، شويه الخميره. غير بحبه غير كنبينو المذاق. صافي هذه الشويه الاولى هي طابت. دابا غندوزو للثانيه باش نجيبو دغيا. كنخليوها تبرد باش نعمر بها. دائما كنكون بشويه الزيت. هذا عندي زيت بلديه باش كتجي منسمه مع هاد الحشوه هادي. نزيدو تقريبا واحد مغروفه صغيره د الزبده. كنعمل واحد شويه د الطوماطيش عندي محكوكه. شويه المطيشه د الفرك.
واحد شويه د الملح، هذه كنعملو فيها شويه د الحار ماشي بزاف، اللي بغا يعملو اللي بغا ما يعملوش، باش دائما كنفضل شويه الخرطوم ما ياكلو. واحد الطريقه السودانيه باش كتناسب الحوت، واحد الغرفه صغيره د الصفار، شويه طريقه د الوزه، واحد المغروفه فلفل حمر، هذيك الفلفل هو ما عنديش الفلفل احمر. نطلق هاد جوج د السنان د الثوم، بغيت نقطعهم عاوني تقدر تقطيعه غتجي كبيره، باش تبقى تقطيعه صغيره كدا ماشي. يعني الفلفل ولا دائما نزيدو معاها الشامبينيون، قطيره د الليمون، عاد كنعمل الجمبر، خاصو باقي غادي تطيب اللي غادي ندخلها للطاجن. صافي دابا تاع الطاجن كدا عندي زوج طايبين، دابا غادي ندوز العجين، غادي نعجنو بويوس. عندي هنا نص كاس الزيت د الحليب، كاس ونص د الحليب، نص كاس الزيت، الملح، عبارة الملح، خميرة، مغروفة كبيرة د الخميرة، مغروفة كبيرة د الخميرة د الخبز، بيضة وحدة، نحركوها مزيان حتى تتفاعل الخميرة مع بعضها. تما كنزيد الخميرة د الحلوى، هي وما هزيت، نزيدو شويه بشويه حتى تقصح. ايوا دابا غادي نعملو اليدين، يا لالا شوف لما تبقى الدركه بالسايف خليوها تخمر واحد شويش، ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم. صافي دابا غادي نجمعها ونخليها برك، ما تكونش قاصحه اكثر من هيدا كتبقى خفيفه، باش ملي كيطيبو كيجيو فسيين من داخل، ما كيجيوش معدشنين. صافي نخليها واحد جوج دقائق تخمر شويش ونعمر. بسم الله على بركه الله. دابا ملي خمروا كنعملوا هاد الحفيره هنايا،
ندير له الكاس بالزيت دائما، وكنبقاو ندورو حتى كنعدلو واحد الحفيره. باش كنوسعو ديك الموطع باش كنعمروه. بالنسبه لهادو التون كنعمر هاد صلصه الطوماط هي الاولانيه، عاد كنعمل الجبن، عاد كنعملو الثوم باش ما كيتحرقش ديك الجبن، كتجي مع كامل الداخل. عاود كنزيدو شويش من الفوق. هذه التميره بحال البيتزا ولكن هي ماشي بيتزا، هو البويوس مالحين. نعمل شويه الجبن هنايا كاملين، نعمل لهم الجبن. هذا الجبن موزاريلا باش ملي كيطيب ما كيجيش مجلود، كيجي معلك، كيعطي واحد المذاق رائع في التعميره كامله اللي كنعملو. اي تعميره عملنا كنعمل لنا دائما كنعمل موزاريلا، كتعجبني كتجي مزيونه. يلا نعمل لهم الثوم، عجبني نعمرهم بزاف باش كيجيو لذاذين وكيصلحوا حتى للعشاء. والاولى بغاو يديوهم المدرسه ولا حتى الامهات اللي كانوا خدامين ولا حتى هما كيجيو رائعين، ما يجيوش يابسين بزاف، واخا نخليو فيهم شويه الزويته حتى هي كتلقى المذاق ديالها ماشي بزاف. دوهم شويه من الفوق يعاود الجبن باش كيلذ ديك المذاق ديال الثوم. بلا ما نعمل لهم الزيتونه، خليهم هيدا طبيعيين حسن، لان دابا حنا ولفنا كنشوفوا الزيتونه في وسط بيتزا، ولكن هذه ماشي بيتزا. صافي هادو بهاد الطريقه هادي نعملو غير واحد شويه الزعتر، كيطلق فيهم واحد المذاق كيجيو كيشهيو. صافي دابا نعدوزو يخرج حشوه د القنبه. كنعمرو، كيعجبوني معمرين ما يجيوش هذاك خاويين. حتى هما كنعمل لهم الجبن، ودائما كنشعلو الفران غير من تحت. ولا بغيتو تبقى لكم الجبن هيدا كيظهر نغطيوهم بواحد كاغيط المائده، طبخ. كاغيط الطبخ. ندوزو نعمرو اخر عند الجداد، الكفيت هاد الجداد هادو بلا ما غادي نعملو لهم تهلاو فيهم. وكنشكر البنات كاملين، الله يكثر خيركم، وكنشكركم بزاف، الله يجازيكم بخير اللي ضامن معايا في القناه ديالي، واللي باقي ماشي مشارك تشارك. وكنشكر الجميع اللي تشاركوا معايا، شكرا بزاف، الله يعوض لكم. حتى هما نعمل لهم عاود شويه د الجبن، انا غادي نغطيهم باش كيعجبني الجبن يبقى هكذا ما يمشيش يابسين، وغادي ندهنهم بالبيضات عاد غادي نخشيهم في الفران. هذيك الحويشيات ديالو نعمل لهم شويه د الصواب، هذا كان هدا الناس كيعيطوا له الصواب.
ايوا حنا كملناهم. دابا نشعلو ان شاء الله الفران الحراره 170 غير من تحت. ها الشكل النهائي كيفاش خرج. كنتمناه يعجبكم. ما تنساونيش من الاشتراك ولايك. كنتمنىكم تقيسوه وتردوا عليا الخبر كيفاش جاكم. ما تنساونيش من الاشتراك ولايك. فيديو ان شاء الله القادم ان شاء الله